القاهرة دكتور محمد مرسي المتحدث باسم حركة أخوان المسلمين في مصر ودول إسلامية أيضا. تصور لو حدث تنسيق بين مواقف مصر وتركيا وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية، ماذا يمكن أن يحدث للكيان الصهيوني وللعصابات الصهيونية؟ هؤلاء مصاصي الدماء مشعلي الحروب أحفاد القردة والخنازير. ولذلك يجب أن تقطع جميع العلاقات من أي نوع كانت مع هذا الكيان الغاصب المجرم المدعوم من أمريكا بسلاحها وما يمتلكه من سلاح نووي، ومعروف ما عنده من سلاح، وهذا يعود عليه بالخراب. يجب أن تقطع العلاقات. And the letter of recall of my predecessor. Thank you very much and welcome. هؤلاء الذين لا عهد لهم ولا ذمة لهم، هؤلاء الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، هؤلاء الذين لا يرضون بدمائنا بديلا، هم يريدون دماء المسلمين والعرب على هذه الأرض، ولذلك يجب أن نقاومهم بكل وسائل المقاومة. جئت برسالة سلام، وأنا هنا للتأكيد على أننا نعمل على بناء الثقة والشفافية، ونحن ملتزمون بجميع الاتفاقات التي وقعناها مع إسرائيل. يجب أن يحاصر الصهاينة أينما وجدوا، يجب ألا يتعامل معهم العرب والمسلمون كافة، شعوبا وأنظمة، يجب أن يضغط عليهم، يجب أن لا يعطوا أي فرصة، وألا يقفوا على أي أرض عربية أو إسلامية. The agreement we signed with Israel. يجب أن يطردوا من ديارنا، يجب ألا نتعامل معهم، يجب ألا نتعامل معهم، يجب ألا نشتري منهم ولا نبيعهم، يجب ألا نشتري منهم ولا نبيع لهم، يجب أن يكون حصارنا لهم شاملا لكل نواحي الأنشطة الإنسانية العامة، سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وصحية. يجب ألا يكون لنا بهم أي علاقة تعاون، لأنهم محاربين، لأنهم يحاربوننا، لأنهم يعتدون على إخواننا وأبنائنا في أرض فلسطين، لأنهم يعتدون على أعراضنا. I came with the message of peace. I came with the message of peace. أعراض نسائنا وبناتنا في أرض فلسطين، لأنهم يعتدون على مقدساتنا، على المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة وعلى المسجد الإبراهيمي وعلى المساجد والكنائس. هؤلاء أعداء البشر، يجب ألا نتعامل معهم. نشر الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام المصري مساء أمس الأربعاء صورة لخطاب أرسله الرئيس المصري محمد مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شمعون بيريز. وأوضح موقع الأهرام نقلا عن صحيفة The Time of Israel أن الخطاب حمله السفير المصري الجديد لدى تل أبيب عاطف سالم ليسلمه إلى بيريز. ويظهر في صورة الخطاب توقيع باسم الرئيس محمد مرسي، وتوقيع وأمضاء وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، وأيضا توقيع رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وجاء في نص الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد مرسي رئيس الجمهورية، صاحب الفخامة السيد شمعون بيريز رئيس دولة إسرائيل، عزيزي وصديقي العظيم، لما لي من شديد الرغبة في أن أطور علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا، قد اخترت السيد السفير السيد عاطف محمد سالم ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا من قبل لدى فخامتكم، وإن ما خبرته من إخلاصه وهمته وما رأيته من مقدرته في المناصب العليا التي تقلدها، ما يجعل لي وطيد الرجاء في أن يكون النجاح نصيبه في تأدية المهمة التي عهدت إليه فيها.
والاعتماد على غيرته وعلى ما سيبذل من صادق الجهد ليكون أهلا لعطف فخامتكم وحسن تقديرها. أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم وتولوه رعايتكم وتتلقوا منه بالقبول وتمام الثقة ما يبلغه إليكم من جانبي، ولا سيما أن كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة ولبلادكم من الرغد. صديقك الوفي محمد مرسي. تحريرا بقصر الجمهورية بالقاهرة 29 شعبان 1433 19 يوليو 2012. رئيس ديوان رئيس الجمهورية وزير الخارجية.